واحده من عجائب كره القدم ولقطه غريبه وعجيبه الصراحه في مباراه يوفنتوس وبنفيكا، المباراه اللي كانت في دوري ابطال اوروبا اللي كانت بتتلعب بالامس. بيجي ضربه جزاء لبنفيكا في الدقيقه 80، والضربه الجزاء دي هي مش هتصلح حاجه يعني، بس هي كانت ممكن تحسن من وضع بنفيكا شويه، لانها في الوقت ده كانت مغلوبه 2-0 وكان ممكن يبقى في امل للعوده لفريق بنفيكا. وبيجي فيلدس اللي بينفذ الكوره بطريقه غريبه وعجيبه الصراحه، حتى حافظ زراد معلق المباراه كان ميت على نفسه من تحت حرفيا بعد اللي شافه من التنفيذ السيء ده اللي خلى جوزيه مورينيو بيشد في شعره في كل حته في جسمه بعد ما شاف فيلدس بيضيع ضربه الجزاء اللي كانت ممكن تخلي المباراه ترجع من تاني لفريق بنفيكا. لو جيت دلوقتي تسالنا صديقي ايه اكتر ضربات جزاء كانت عجيبه بالنسبه لك لحد دلوقتي، اقول لك دي واحده منهم، والثانيه بتاعت ابراهيم دياز اللي كانت في نهائي كاس افريقيا، اللي دي يعني هي رقم واحد بالنسبه لي، غريبه وعجيبه وهبله وما تفهمش ايه اللي كان فيه. وفي الختام بقى يا صديقي عايزك تكتب لي حالا دلوقتي في الكومنتات ايه اكتر ضربه جزاء كانت غريبه وعجيبه بالنسبه لك ولحد الان في ذاكرتك وعمرك ما تنساها.